اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أخواتي، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم واحد النوع من أنواع الفطائر، كيجيو لذاذين هشاشين، كيجيو ساهلين في التحضير، وطريقة التشكيل أيضا سهلة جدا. بسم الله على بركة الله. غادي نعطيكم المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجو زلافة وكأس من الدقيق الأبيض أو الفورس، وكأس من الحليب، وملعقة كبيرة من خميرة الخبز، وبيضة واحدة، وملعقة كبيرة أيضا من الزبدة، وملعقة من السكر، وقليل من الملح. وهذو هما المكونات أو العناصر اللي غادي نحضر بهم الفطائر ديالنا اليوم. وغادي نوضعو في إناء العمل زلافة زائد كأس من الدقيق الأبيض، وغادي نضيفو أيضا السكر والملح، وغادي نضيفو بيضة واحدة، وغادي نذوبو الخميرة مع قليل من الحليب كيف كتشوفوا معايا، وغادي نذوبو أيضا ملعقة من الزبدة. صافي بعد ما ضفت الزبدة غادي نضيف الخميرة، ونبدا نجمع العجينة ديالنا بالحليب. الحليب يكون دافي، ما يكون بارد ولا ساخن بزاف. صافي نبقى نجمع العجينة ديالنا كيف كتشوفوا. العجينة ديالنا خصها تجي رطبة، خصها تكون رطبة وتكون لينة جدا. نبقى نجمع العجينة دائما بإضافة الحليب باستمرار حتى تجمع لينا العجينة ديالنا ونتحصلوا على القوام اللي بغيناه. صافي بعد ما جمعنا العجينة ديالنا كيف كتشوفوا، العجينة ديالنا أخذت لي كأس وربع من الحليب. صافي ولات لاينة، ولات رطبة جدا كيف كتشوفوا. هذا هو القوام اللي تحصلت عليها. صافي العجينة ديالنا غادي نغطيها ونخليها ترتاح حتى يتضاعف الحجم ديالها. وغادي ندوز نحضر معكم الحشوة اللي غادي نعمر بها الفطائر ديالنا. وضعت المقلاة على النار، النار تكون مهيلة، وضفت ليها 3 ديال الملاعق كبار ديال الزيت. الزيت كتبقى على حسب ايضا على حسب اختيارية، يا زيت الزيتون يا زيت النباتية. وغادي نضيف واحد البصلة كبيرة مقطعة على هذا الشكل اللي كتلاحظوا. صافي وغادي نشحر هاد البصلة مزيان. بعد ما شحرت البصلة ديالي شوية غادي نضيف واحد الحبة د البصلة الخضرية قطعتها رقيقة. هاد البصلة الخضرية كتجي بنينة بزاف. وغادي نضيف واحد 2 فصوص ديال الثومة ايضا. صافي وغادي نستمر في التحراك. بعد ما شفنا البصلة ديالنا نزلت شوية كيف كتشوفوا معايا، غادي نضيف واحد الكمية ديال الكفتة. الكمية كتبقى على حسب الرغبة. انا عندي هنايا تقريبا 200 غرام. نتوما يمكن لكم تزيدوا او تنقصوا. صافي نبقى نحرك حتى نطلق هاد الكفتة مزيان. نفتت هاد الكفتة مزيان، ما تبقاش مكورة كيف كتشوفوا. صافي كيف كتشوفوا بعد ما خلطنا الكفتة ديالنا والبصلة مزيان على هذا الشكل وهذه الطريقة اللي كتلاحظوا. غادي نضيفوا التوابل. غادي نضيف معلقة صغيرة ديال السكينجبير، ومعلقة صغيرة أيضا ديال الخرقوم، ونصف ملعقة ديال الكمون، ونصف ملعقة أيضا ديال الإبزار. وغادي نضيف قليل من التوابل ديال الكفتة.
التوابل ديال الكفتة اختيارية فقط، اللي الا ما مطوفينش عليها تقدروا تستغناو عليها، غير هذاك التوابل كيعطيو شويه د البنه كتار. وغادي نضيفوا الملحه كتبقى على حسب الذوق ايضا. صافي، ونبقى نخلط هاد المكونات او هاد العناصر حتى ينسجموا مع بعض. صافي، بعد ما خلطنا الكفته ديالنا مع البصله غادي نضيفوا واحد معلقه كبيره ديال الربيع المعدنوس والقزبور، وواحد الحبه ديال الجزر او خيزو، وواحد الحبه ديال القرعه الخضراء او الكوسه، كيف كتشوفوا مبشورين او محكوكين. صافي، ضفتهم الطرف الاخر لان دغيا كيطيبوا ما كياخذوش في الطياب بزاف. صافي، نبقى نخلط هاد العناصر مزيان حتى يتشحروا لينا مزيان مع بعض كيف كتشوفوا. صافي، ها الحشوه ديالنا راه جاهزه، ولات طايبه مزيان. صافي، غادي نطفي النار ونخليها تبرد شويه. صافي، بعد ما تبرد شويه غادي ندوزو نشوفوا العجينه ديالنا، هي طاعه في الحجم ديالها واختمرت مزيان. غادي نرشو شويه ديال الدقيق فوق سطح العمل، وغادي نقسموا العجينه ديالنا الى قسمين. غادي نشكلوا منها 2 كرات او 2 كريسات. صافي، وغادي نطلقوا العجينه ديالنا على الشكل ديال الصينيه ديال الفران ديالنا. صافي، نبقى نسرح العجينه ديالنا كيف كتشوفوا على الشكل ديال الصينيه ديال الفران. نبقى نسرح العجينه ديالي ونفردها مزيان كيف كتشوفوا. صافي، غادي ننزلها في الصينيه ديال الفران ونخليها في الجانب، وغادي نطلق الكره الثانيه على الشكل الصينيه ايضا. هاد الطرف هو اللي غادي نغطي بها الحشوه في الاخير. بعد ما طلقت هاد الطرف الثاني غادي نجيب الصينيه ديال الفران وغادي نعمر الفطيره ديالنا بالحشوه ديالنا. غادي نعملوا واحد الطبقه ديال الفرماج، واحد الطبقه رقيقه كيف كتشوفوا خفيفه. وغادي نضيفوا ايضا هذيك الحشوه اللي حضرتها معكم. غادي نضيف له واحد 2 معالق ديال الربيع المعدنوس والقزبور، نخلطها مزيان. وغادي نضيفها كطبقه ثانيه من الفوق. صافي، غادي نستف هاد الطبقه مزيان. بالنسبه للحشوه كتبقى اختياريه، يمكن لكم تعملوها بالدجاج او تعملوها بالطون او تعملوها غير بالخضره، كتجي ايضا بنينه بزاف. صافي، بعد ما طلقت هاد الحشوه مزيان غادي نضيف واحد الكميه ديال الزيتون مقطع، كيجي حتى هو بنين بزاف. صافي، وفي الاخير غادي نضيف واحد رشيشه خفيفه ايضا ديال الفرماج. وغادي نغطي ايضا في الاخير غادي نغطي بهذاك الطرف ديال العجينه. صافي، وغادي نجمع الجوانب او الحواشي كيف كتشوفوا. غادي نجمعوا الجوانب ديال العجينه كاملين. غادي نغلق للاسفل كيف كتشوفوا. غادي نغلق العجينه ديالنا كامل على الجوانب ديالها كامله. وغادي نضيف واحد صفار ديال البيضه، غنضيف عليه واحد 2 قطرات ديال الخل، نخلطو مزيان. وغادي ندهنو بها وجهه ديال الفطير. صافي، غادي ندهن الفطائر ديالنا مزيان كيف كتشوفوا. غادي نعمل واحد الدهنه خفيفه كيف كتلاحظوا. بعد ما ندهنها مزيان غادي ننصحكم تقطعوها بيدكم
بالأصابع ديال يدكم، أحسن ما تقطعوها بالقطاعة ديال البيتزا أو السكين، غير كتختمر كترجع كترتسق، ولكن بهذه الطريقة كتكون عملية أكثر. هذه غير نصيحة فقط، انتم لكم الاختيار. صافي بعد ما قطعنا الفطائر ديالنا على هذا الشكل، غادي نزينوها بحبة السوداء وقليل من الزنجلان أيضا. بالنسبة للتزيين كيبقى اختياري فقط. غادي نزينو باش ما بغينا، نقدروا نقطعوا غير الربيع المعدنوس والقزبور ونزينوها من الفوق. المهم حنايا زينا الفطائر ديالنا كيف كتشوفوا، والفران ديالنا يكون شاعل من قبل، يكون سخون، يكون شاعل من التحت، وغادي ندخلوا الفطيره ديالنا او الفطائر ديالنا ندخلوهم يتحمروا لينا من التحت، وغادي يطيب لينا مزيان. عاد نشعلوا من الفوق باش تحمر من الفوق، ودغيا كيطيبوا ما كياخذوش الوقت بزاف. بالنسبه اللي كيعجبوا يجوا منفخين بزاف غادي يخليهم واحد 5 دقائق قبل ما يدخلوا من الفران، يزيدوا يختمروا شويه، واللي كيعجبوا يجيو رقاقين شويه هيدا كيف كتشوفوا. كيما تسالي غادي تدخلها مباشره. انا كتعجبني تجي شويه رقيقه كيف كتشوفوا. المهم ها الفطائر ديالنا بعد ما طابوا جاو محمرين، جاو رائعين جدا. جات غزاله، جات فنه كيف كتلاحظوا، اللون ذهبي، اللون محمر. اما العجينه جات رطبه، جات خفيفه جدا كيف كتشوفوا، كتقطع بكل سهوله. نتوما جربوا وحكموا. راه الفطائر جاو رائعين جدا. انا غادي نقطع معكم وحده تشوفوها كيف كتجي من داخل. هي باقي سخونه ما شاء الله، الحشوه جات من داخل معلكه. اما العجينه جات خفيفه وجات رطبه بزاف، رطبه بحال القطن. هانتوما كتشوفوا الفطائر ديالنا جاو رائعين جدا. الفطيرة ديالنا جات روعة روعة جدا. انا قطعتها وقدمتها في هذا الطبق، غادي نفطروا بها ان شاء الله. نتمنى الفيديو عجبكم اخوتي وغادي تجربوها، غادي تنال اعجابكم ان شاء الله. هانتوما كتشوفوا اللون ديالها زاهي ومذهب ومحمر. اما البنه ما نعاود لكمش عليها، جات رائعه جدا جدا. الى هنا اخوتي، نتمنى الفيديو يكون عجبكم، وغادي تجربوها لانها كتستحق التجربه. الى هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. بالصحه والراحه، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم.